قولي برجك ايه اقول لك انت مين. من كتاب الابراج الفلكيه لعبد السلام الجعفري. خد عندك صفاتك. لو انت برج الحمل فانت رائد شجاع متحمس واثق في نفسك سريع البديهه عنيد حبتين ومجادل ومندفع. لو انت برج الثور فانت محل ثقه وعاطفي جدا مثابر وعارف انت عايز ايه بالظبط. عندك قوه اراده ومتفائل وذكي وبتحب التفاؤل والرفاهيه. بتحب الامتلاك وبتخاف من التغيير. برج الجوزاء انت متكيف مرن صريح ذكي وعقلاني مليان شباب وحيوية. بتحب التنوع وتحقيق الأهداف. ما بتحبش القيود ولا الروتين ولا الخمول ولا حتى الوحدة، بس انت متقلب المزاج شويتين زي الأطفال كده. لو الحاجة على هواك تبقى مليان نشاط وحيوية، اما لو الحاجة انت مش عايزها بتبقى اناني وقلقان من اللي جاي ومش عايز تاخد اي قرار. لازم تاخد وقت للتفكير وربط الامور ببعض عشان تاخد قرار صح. ما بتحبش مجهود التعليم بس بتعتمد على ذكائك، والطريق لقلب الجوزاء هو عقله لانه مش عاطفي بشكل كبير. اما بقى لو انت برج السرطان فانت عاطفي خيالي رومانسي ذكي وحريص وحذر. بتحب الاطفال والحياة الاسرية جدا. ما بتحبش المعارضة وتوجيه النصايح. احيانا بتبالغ في الاداء وبتبقى اوفر حبتين. ذاكرتك قوية وولائك الاول والاخير للعيلة. بسبب العاطفة القوية اللي عندك بيتأثر عليك بسرعة. اذا حسيت بعدم الامان بتبقى قلق لدرجة كبيرة وبيسيطر القلق على تصرفاتك بشكل كبير وبتبقى حساس اوفر الصراحة. برج الاسد سلام كبير بقى قوي هنا. بتحب المغامرة الفكرية الحياة المرفهة العظمة. بتحب الاطفال وبتحب الادب. ما بتحبش الروتين ولا الناس المحدودة الأفق، وما بتحبش الضيقة المالية. الأسد شديد الإبداع اجتماعي من الدرجة الأولى. مواليد الأسد بيمتازوا بخاصية ملكية بين الناس. بيمتازوا بفخامة الأسلوب والعظمة. برج قيادي من الطراز الأول. حقه شخصية جذابة ومحبوبة والأنا عنده في السماء. اما انت يا برج العذراء فانت شخص متواضع وخجول. عندك جاذبيه ووقار ذكي ومحلل وعملي. بتحب قوي الاكل الهيلثي وبتحافظ على صحتك ودقيق في كل حاجه. بيغلب عليك الطابع المحافظ بس انت رقيق. وعندك مشكله في كبت المشاعر. مش كل حاجه بتحس بيها بتعرف تقولها. بتفكر بالعقل والمنطق وما بتسيبش مشاعرك تسيطر عليك. مهتم جدا بالتفاصيل وبتحترم وجهه نظر الاخرين، بس عندك نقد لاذع بيعمل لك مشاكل مع كل الناس. لو انت بقى برج الميزان فانت معتدل دبلوماسي مهذب سلس مؤدب اجتماعي مسالم. بتحب الحياة ما بتحبش تتأيد بالأفكار السائدة وبتمتاز بالذوق الرفيع. تقدر تحكم كويس وما بتسيبش فرصة لحد ان هو ينتقد أفكارك. فانت بتعرف تهرب من النقاش بدبلوماسية. بتحب الإطراء والمدح وبتحب قوي تحس بأهميتك في حياة اللي حواليك. تحب الناس يطبلوا لك يعني. متعاون بشكل كبير وبتحب تجرب كل حاجة. وانت بقى أسري جدا وبتقدس الحياة الأسرية تكاد تكون أهم حاجة في حياتك. أما بقى لو انت عقرب فانت قوي وعاطفي وبتملك روح المبادرة. مسلي بتحب الصدق وما بتحبش اللي يحور عليك. شكلك هادي من بره لكن من جوه بركان. انت لبق ووقور وقوي الإرادة. عندك قدرة على ضبط النفس وسيطرتك على الانفعال حلوة. ما بتحبش عدم التقدير وبتحب العزلة نوعا ما. غامض مش واضح وشديد الحساسية. برج القوس متفائل عاشق للحرية ودود لطيف خفيف الدم عقلاني وفيلسوف شوية. كلك نشاط ومتعدد المواهب. بتحب المغامرة وبتعشق كل ما هو جديد. محترم جدير بالثقة كريم وعندك مسؤولية ودايما عايز الاستقلال وبتحب قوي تتعامل مع الناس اللي بتديلك حريتك. لو انت بقى الجدي فانت عملي حريص طموح ملتزم وصبور. الجدي من اكتر الابراج جدية وثبات. بتحب تعمل خطط لنفسك وما بتعرفش تعيش من غير اهداف محددة. شخصية قوية وعندها ارادة. وعلى فكرة انت مدير من الطراز الاول بس انت غيور وبتحب الامتلاك وما عندكش اصحاب كتير بس الصحاب اللي عندك انت وافي جدا ليهم. برج الدلو برج مناضل بتخطط للمستقبل. بتحب الصحبة الحلوة وبتحب تفكر في الماضي. لو انت الدلو فانت واحد من الاتنين يا اما رقيق وخجول وحساس وصبور يا اما مرح ونشيط وبتحب الظهور جدا واحيانا بتتعمد تخفي نقاط ضعفك.
والدلو عامة بيتصف بالقوة والأمانة والصدق وسرعة الحركة. وانت مرن، ممكن تتراجع عن أفكارك في أي وقت لو عرفت إنها غلط. بتعبر عن نفسك بالمنطق وبالهزار أحيانا، وخيالي شوية، يعني لو مقتنع بحاجة في خيالك بتعيش بقى معاها في برج عاجي. أصدقائك الحقيقيين قليلين عشان انت ما بتثقش في الناس بسهولة، بس مخلص لأصدقائك جدا اللي انت شايف إن هم جديرين بصداقتك. أفضل شريك الأسد، وأسوأ شريك برج القوس. وأخيرا لو انت برج الحوت فانت كيوت. أكتر الأبراج رومانسية وخيالية، حساس وعطوف وبيحب الخير للغير، بيحب الضحك والتأمل وصبور ومطيع، مسالم وبيتأقلم بسرعة مع الظروف. شخص غير مبادر، بيستنى الحاجة تيجي لحد عنه، وبتنشغل قوي بمشاكل الآخرين أكتر من مشاكلك. عايش في الأحلام وبعيد عن الواقع، وبتحقق الرضا في عالمك الخيالي الخاص. بس انت مبدع وفنان في مجالات كتير، وانت بتسمع الناس كويس وبتفهم بسرعة، وما بتحبش النقد والقيود والروتين، وثقتك في نفسك مش عالية. قولولي بقى انتوا برج ايه؟ اكتبولي في الكومنت.